لو عندك أطفال في البيت أو حتى للكبار تعالي نعمل لهم أحلى كاندي كده للتسالي بطريقة سهلة وبسيطة. هتجيبي باكت من الجيلي بأي طعم انت تحبيه، عليه نص كوباية من المية، 3 معالق صغيرين من الجيلاتين، وتقلبيهم كده على البارد وبعدين ترفعيهم على النار. مجرد ما يغلوا طبعا على نار تكون هادية، هننزلهم بعد كده ونجيب قوالب السيليكون اللي هي بتبقى الطرية قوي دي اللي لما نحط فيها أي مكون وبعد ما يتجمد نطلعه بسهولة كده ومحتفظ بالشكل بتاعه. فأنا عندي الشكلين اللي انتوا شايفينهم دول، وعلشان القوالب بتبقى طرية قوي فأنا هحطهم على طبق صلب كده عشان أقدر أتحكم فيهم أثناء ما بشيلهم في التلاجة. عندك اختيارين نملى بيهم الاشكال السيليكون اللي عندنا. اول اختيار اللي هو السرنجه بتاعه الحقنه، بتكون طبعا معقمه ومقفوله كويس جدا، بنجيبها ونبدا نعبي بيها بالشكل ده. والاختيار الافضل بالنسبه لي انك تجيبي مثلا شفشه او اي حاجه او كوبايه يكون ليها بوز كده، بحيث تبقى سهله ان انا اصب بيها في الاشكال. فانا بقول لك على المتاح عندك تقدري تستخدميه. بس هنعبي بقى كده بالشكل ده لغايه ما يبقى القالب كله عندنا يتملي، ولو في اي زيادات بتكون موجوده حوالين الشكل كده نقدر نشيلها بكلينكس ولا اي حاجه. الشكل التاني عندنا اللي هو خليه النحل ده، وطبعا اشكال السيليكون موجود منها حاجات كتير جدا، وفي حاجات كمان خاصه بالاطفال بتبقى لذيذه جدا. هناخد كمان جيلي، مكون تاني من الجيلي اللي هو المشمش مثلا. عندك بقى اختيارات كتير والوان كتير جدا تقدري تستخدميها وتلعبي بيها في عمل تسليه حلوه للاطفال وتكون مغذيه ونظيفه. وعلى فكره الكاندي والحاجات دي بنشتريها من بره غاليه جدا، والاطفال بيشبطوا فيها بره في المحلات، وفعلا بتكون اسعارها معديه يعني. فانت لما تعمليها في البيت بالنظافه وبالسهوله دي وكمان بامكانيات بسيطه اكيد هتفرحيهم، والكبار كمان هياكلوا معاهم منها وهينبسطوا بيها جدا. زي ما انت شايف انا كنت عامله اكتر من لون واكتر من شكل. ده كان عندي التفاح الاخضر، وده اللي معايا اللون الاحمر ده كان البطيخ، وده المشمش. وطبعا انتوا عارفين الجيلي فيه منكهات كتير جدا وفيه انواع كتير جدا. اختاري النوع اللي يناسبك وكمان الالوان اللي انت تحبي تعملي بيها الاشكال الجميله دي. ولو عندك اشكال تانية من السيليكون كمان يفضل تبقى جميله ومبهجه للاطفال وتبقى جاذبه ليهم كمان. المهم تبقى الحاجه نظيفه ومعموله في البيت وانت مطمنه لها كويس قوي وما فيهاش اي حاجه مضره بالصحه طالما ما بنفرطش، فلا افراط ولا تفريط. الحاجات كده بتتاخد بمقدار، وفي اوقات معينه مش على طول وعمال على بطال، بس هي حاجه يعني تدخل البهجه كده عليهم وينبسطوا بيها، وتبقي كمان انت مطمنه عليهم وهما بياكلوها. ممكن كمان تكون دي فكره المشروع هايل، لانها زي ما قلت لك مربحه جدا وكمان مش مكلفه، وبتقدري تعمليها في البيت بامكانيات بسيطه وسهله، وكمان هتجيب لك دخل حلو جدا. اتمنى طبعا بعد الاشكال الجميله دي اللي احنا عملناها، وكمان خدنا لونين مع بعض من القلوب اللي احنا عاملينها دي، نقدر نلزقهم في بعض فيبقى وش وظهر كده سواء بلون واحد او لونين مع بعض. تقدري بقى تلعبي في الاشكال والالوان زي ما انت عايزه. النتيجه بجد ممتازه جدا وروعه جدا وطعمها حلو جدا. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.